هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل الفيجن بورد مع بعض. الصور اللي انا هنزلها هنعمل ايه بقى؟ هنعملها على التابلت وهنحطها غلاف على التابلت بدل الصوره دي. فرحانه جدا. اولا عشان ما شاء الله التفاعل بدأ يزيد، فانا بجد الموضوع ده فرحني، بجد مفرحني، شكرا. تاني حاجه وهي ان انا متحمسه جدا ليها علشان نفسي اعملها، وان شاء الله هحطها هدف قدامي دايما، لان انا كده ولا كده التاب اكتر حاجه بستعملها اصلا. فبس يلا بقى بينا. انا دلوقتي وانا بتكلم معاكم دلوقتي هتلاقوني اصلا بصور فيديو على التابلت وافتح بنترست وهنبدا نعمل عليه سيرش. يا جماعه انا على فكره مش مخططه لحاجه، مش فاكره الحاجات اللي انا كنت هكتبها ايه، فانا هجيب بشكل عام. اول حاجه انا عايزه الفولورز تزيد بشكل كويس، فاحنا صراحه انا يعني متحمسه قوي، نفسي في المية 100 كي 100,000 كي، فهننزل الصوره دي. وعايزه انزل اللي هي بتاعه الدرع برضو، عشان انا ان شاء الله نفسي بجد يعني اجيب الدرع. يا جماعه شايفه اول مره ليه؟ انا كنت بقول كان نفسي في الدرع ده حرفيا من زمان قوي، من قبل ما اليوتيوب اصلا دلوقتي يكون محتوى والناس كلها بتعمل عليه وكده، فاللي هو كان نفسي فيه بجد قوي. فانا لقيت صورة الدرع اهي ولذيذة قوي يا جماعة، بجد اتمناه والله. انا ان شاء الله اصلا هسعى عشان اجيبه، عشان حقيقي ده حلم طفولة اصلا، مش حلم كمان هنا اللي قصادكم دلوقتي. بعد صورة الدرع انا صراحة مش هكون طماعة، مش هعمل بتاع المليون، احنا هنعمل بتاع 100,000 بس. وهنبدأ بقى ايه، نجيب حاجة ليها علاقة بالمونتاج وبلابتوب برضو، عشان انا عايزة اطور اللابتوب بتاعي. انا ما عنديش مشكلة ان انا اصور بنفس التليفون، بس عايزة بس اجيب ليدر واجيب حاجات تساعدني في ان ايه اعرف اتعامل بيه، وكمان اللابتوب اعرف ان انا اعمل عليه الايديت، فيسهل لي الموضوع ده. لقيت كمان هي صورة او ممكن عادي كاميرا، لو اجت اشطب ما اجتش برضو عادي، بس انا عايزة الميموري اللي في الصورة. ايه تاني؟ جماعة 100 مشترك دول على اليوتيوب، ومش عايزة اكون طماعة على الانستا، عادي لو كملت 10 بجد انا هكون فرحانة اوي. والبيزنس بتاعي يتاخد فيه اوردرات كتير برضو. عارفين بص، اللي هو كأنكوا صحابي، مش بتعامل اللي هو ايه بقى. بصوا انا حاليا بنزل الحاجات اللي انا محتاجاها، تمام، عشان نبدأ نعمل بيها الفيجن بورد. اتمنى اكون بنطقها صح بجد. فانا ايه هخلص هجيب كل اللي انا هنزله وهاجيلكم. اوكي، انا بعد تقريبا نص ساعة بجد بعمل عدد بفرش غير ان انا جمعت الصور وهنحطهم دلوقتي على قالب، على يعني مساحة كده ان احنا نظبطهم. يا جماعة بصوا انا حطيت كل حاجة تقريبا بجد انا نفسي فيها، واحتمال يكون برضو نسيت حاجات على فكرة، بس ايه حاساها صراحة متحمسة قوي، عشان عارفين انتوا لما تعملوا حاجة انتوا اصلا اوريدي نفسكوا فيها، فلما تبدأوا ان انتوا تشوفوها دايما قدامكم فاهمين كده، تحسوا اللي هو تحسوا ان انتوا عايزين تسعوا عشان تجيبوها او تعملوها، او مثلا تسافروا او انا ما جبت. بعد ما جمعنا الصور هندخل بقى على كانفا. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب اصلا قد ايه كانفا وبستعمله كتير جدا يا جماعه، لو حتى حابين ان احنا نبدا نتكلم عليه الفتره الجايه قولولي في الكومنتات، وان شاء الله هنتكلم عليه اكتر بتفاصيل اكتر. هنبدا بقى نجيب الصور كلها، هي حرفيا الصور كانت اكتر من 30 صوره، فهم كانوا كتير جدا، بس كانوا بيعبروا عن كل حاجه جوايا حرفيا. فهنبدأ نرصصهم، نحاول نظهر كلهم، او على الاقل نكون يعني مش هتكون ظاهرة كلها، بس في نفس الوقت تكون ايه من المجمل كده، هنكون شايفين فاهمين ان دول ايه. وطبعا احنا اللي جايبينهم، فاحنا عارفين احنا جايبين ايه، واكيد جايبين كل حاجة احنا بنحبها ونفسنا فيها، وده اصلا احلى حاجة في الفيجن بورد يا جماعة.
المسلي في الموضوع جدا ان احنا بنبدأ نحدد المقاسات بتاعت كل حاجة صغيرة وكبيرة وكده، وان شاء الله قريب هنعملها على ارض الواقع فعلا وهنطبع الورق، بس هنطبعه على شكل ستيكر عشان حتى يتلزق اسرع وهيكون اسهل لنا من ان احنا نقعد نحط بقى تحته بريت وكده يعني. بس يا جماعة بصوا شايفين بجد لذيذة اوي ان احنا قاعدين ماسكين كل صورة قاعدين بنظبط المقاس بتاعها وبنحدده وهكذا. بس بعد ما خلصناها ده الفينش بتاعها، وحقيقي انا كنت فرحانة جدا بيها لان انا كان نفسي ان انا اعملها، وحطيتها على طول خلفية للتابلت ومعادش بشيلها اصلا. وان شاء الله اخر السنة هنكون حققنا يعتبر كلها، واتمنى فعلا ان نكون حققناها كلها، حتى مش نحقق مثلا حاجة بسيطة منها، لا بالعكس نحققها كلها ونكون راضيين وفرحانين كمان ان احنا وصلنا لحاجة احنا كان نفسنا فيها، واللي هو حطيناها اهداف وبدأنا نحققها. وجربوا اعملوها، بس جربوا اعملوها بنية انكم ان شاء الله نفسكم ان انتوا تحققوها، وان انتوا هتسعوا ليها، وان انتوا تحققوا كل حاجة انتوا كاتبين فيها. وبس باي باي.